اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا حبايبي حطوا اللايك والشير، يمكن الحكاية دي توصل لحد ناسي إن في قلب مستني كلمة عاملة إيه يما. اسمي نوارة، لا بعرف أقرا زين ولا بعرف أكتب، بس أعرف يعني إيه وجع. أنا ست فلاح من بلد صغيرة في آخر الدنيا، وأعرف يعني إيه الواحدة لما تدخل قلب الواحد تاكل في قلبه حتة حتة. أنا دلوقتي عندي 62 سنة، بس حاسة إن أنا عشت عمرين مش عمر واحد. كل تجاعيدة في وشي وراها حكاية، وكل وجع في ظهري وراه سنة تعب. قاعدة دلوقتي قاعدة دلوقتي على الكنبة القديمة اللي في الصالة، نفس الكنبة اللي جوزي الله يرحمه جابها لي من أكتر من 20 سنة. كان راجع يومها من السوق فرحان بيها زي العيال الصغيرة، فضل يقول لي طول الطريق: شايفة يا نوارة، أخيرا جبنا كنبة زي الناس. وأنا كنت أضحك وأقول له: إحنا ناقصنا كنبة يعني، ما إحنا مستورين والحمد لله. كان راجل غلبان بس قلبه كان أبيض، والله العظيم عمري ما نمت زعلانة منه. بصيت حواليا في البيت لقيت الهدوء مالي المكان بشكل يخوف. البيت كان زمان صوته عالي، من كتر العيال بقى ساكت، لا صوت خناق ولا صوت ضحك ولا حد بيجري ويقول لي ياما جعان. نهدت وقلت: سبحان مغير الأحوال. قمت بالعافية، ايدي على ظهري وركبي بيطقطق من الوجع. دخلت المطبخ وفتحت التلاجة، لقيت صينية المحشي اللي عملتها امبارح زي ما هي. ضحكت ضحكة مكسورة وقلت: يا خسارة تعبك يا نوارة، كان زمان بيتخانقوا على المحشي ده مين هياكله. قعدت على الكرسي الصغير اللي جنب البوتاجاز وسرح بيا الزمن لبعيد بعيد قوي. رجعت لأول يوم مات فيه جوزي، اليوم اللي حسيت فيه إن الدنيا اتقفلت في وشي، ظهري انكسر. كنت وقتها لسه صغيرة، 27 سنة بس، وعندي 3 عيال متعلقين في جلابيتي طول النهار. حسن كان عنده 10 سنين، ومحمود 7، وأمل الصغير لسه ما بتعرفش تنام غير في حضني. فاكرة اليوم ده كأنه امبارح. البلد كلها كانت مليانة ناس والستات بيصرخوا، وأنا قاعدة على الأرض مش مستوعبة. كنت حاسة إن روحي خرجت مني وخرجت معاها. واحدة ست شدتني وقالت لي: قومي يا نوارة، عيالك محتاجينك. عيالي؟ أنا نفسي كنت محتاجة حد يسندني. رجعنا البيت بعد الدفنة، البيت كان بارد بطريقة تخوف. حسن شد في جلابيتي وقال لي وهو صوته بيرتعش: يما، يما أبويا مش راجع. ساعتها حسيت إن قلبي انشق نصين. حضنته وقلت له بالعافية: لا يا ضنايا، أبوك راح عند ربنا. ومن اليوم ده أنا بقيت كل حاجة، الأم والأب والسند والحيطة اللي بتسند عليها البيت. كنت أصحى قبل الفجر أعجن عيش في الفرن البلدي، وأجري أنضف في بيوت الناس، وأرجع أطبخ وأغسل وأذاكر للعيال. أنا ما كنتش بعرف أذاكر لهم عشان أنا جهلة، لكن كنت ببقى جنبيهم وكنت بهتم بدروسهم، وكنت كل اللي نفسي إن هم يطلعوا متنورين. كنت أقعد أشتغل في الغيط، وأوقات أبيع جبنة وسمنة في السوق، وفي آخر اليوم أرجع رجلي مش شايلاني، بس أول ما أشوفهم نايمين أنسى. مرة حسن قال لي وهو صغير: يما هو احنا فقرا؟ ضحكت وقلت له: الفقير يا ضنايا اللي ما عندوش حد يحبه، بس الحقيقة احنا كنا فقرا قوي. في ليلة في ليالي كتير كنت انيمهم وادخل المطبخ الاقي الحلة فاضية، ما يكونش باجر فيها غير لقمة واحدة. كنت اسيبها لهم واشرب مية وانام. مرة امل صحت من نص الليل وقالت لي: يما انا جعانة. والله العظيم قلبي وجعني عليها. قمت سخنت لها نص رغيف ناشف وحطيت عليه شوية سمنة وسكر، قعدت تاكل وهي فرحانة.
وأنا ببص لها وأعيط من غير ما أحس. كان نفسي يعيشوا أحسن مني، عشان كده كنت أهون على نفسي التعب. الشتا كان أصعب حاجة، السقف كان بينجط علينا والبرد يدخل في العظم. كنت أضمهم كلهم جنبي تحت البطانية واحدة، وحسن يقول لي يما أنا بردان، أحضنه وأقول له تعالى في حضني يا قلب أمك، مع إن أنا نفسي كنت متلجة. بس الأم يا ولاد ربنا بيديها القوة، محدش بيفهمها إلا ربنا. كبر حسن وبقى شاطر جوي في المدرسة. المدرس كل شوية يبعتلي ويقول لي ابنك ده هيطلع لشأن كبير يا نوارة. كنت أرجع البيت وأضحك وأقول لنفسي دكتور حسن ابني، وارفع ايدي للسما واقول يا رب ما تكسرش بخاطري. ومن يومها بدأت أوفر له. كان عندي علبة صفيح قديمة، كل جنيه يفضل معايا أحطه فيها. مرة محمود فتحها وقال لي ايه ده يما؟ قلت له بسرعة اقفل يا واد، ده مستقبل أخوك. كنت مؤمنة إن التعليم ده هو النجاح الوحيد وهو النجاة الوحيدة عشان تطلعنا من اللي احنا فيه. اشتغلت زيادة وتعبت زيادة لحد ما حسن دخل ثانوي. وفي يوم واحد من الجيران جرى عليا وهو بيقول يا نوارة يا نوارة ابني جاب مجموع طب. والله العظيم سجدت في نص الحوش، فضلت أعيط وأقول الحمد لله يا رب، الحمد لله. البلد كلها كانت تتكلم عني، دي نوارة الغلبانة إنها طلع دكتور. وأنا كنت حاسة إن ربنا عوضني عن كل ليلة نمت فيها جعانة. بعد محمود دخل الهندسة وأمل بقت مدرسة. وفي يوم فرح أمل كنت واقفة أبصلها بالفستان الأبيض ودموعي نازلة. واحدة ست قالت لي بتعيطي ليه يا نوارة؟ افرحي. قلت لها وأنا بضحك أصلها كانت لسه في حضني امبارح. وعدت الأيام، كل واحد بدأ يبني حياته. حسن بقى دكتور كبير في القاهرة، ومحمود فتح شركة مجاولات، وأمل اتجوزت وخلفت. وأنا وأنا كبرت، شعري شاب وضهري انحنى وعيني ضعفت، بس قلبي لسه قلب أم. في الأول كانوا بيجوا كتير، كل خميس البيت يتملى ضحك وأكل وصوت عيال بتجري وتلعب. كنت أضحك من الفجر، وكنت أطبخ من الفجر بط ومحشي وفتة، وأفضل مستنياهم لحد ما كل واحدة واحدة تحس إن الدنيا سرقتهم مني. حسن كل ما أكلمه يقول لي سامحيني يما عندي عمليات. ومحمود السوق واقف والدنيا زنقة، وأمل العيال تعبوني ويا ماما. وأنا كنت أقول ربنا يقويكم يا ضنايا. أنا بس كنت عايزة أطمن عليكم، لكن الحقيقة إن قلبي كان بيموت بالبطيء. الليل بقى صعب جوي، كنت أخلص العشاء وأقعد أسمع صوت الساعة وتكاتها كانت بتجري، وكأن الوقت بيعايرني بالوحدة. مرة عملت صينية بطاطس بالفراخ لحسن، الأكلة اللي بيحبها. كلمته وقلت له تعالى يا ضنايا اتغدى عندي. قال بسرعة والله يا ماما نفسي، بس عندي شغل. قلت له خلاص يا حبيبي ربنا يسهل لك. قفلت التليفون وبصيت للصينية وقعدت أعيط، مش عشان الأكل، عشان الشوق. كنت بس عايزة أشوفه. في مرة تعبت بالليل وحسيت نفسي مش قادرة أخد نفسي، مسكت التليفون وكلمت محمود. رد عليا وهو متضايق وقال لي خير يا أمي؟ قلت له بصوت ضعيف حاسة بتعب شوية. قال لي خدي دوا الضغط وأنا هبقى أعدي عليكي. هبقى الكلمة دي كانت بتكسرني. كل حاجة بقت بعدين والأم تستنى. وفي يوم كنت قاعدة وقت المطر والكهرباء قطعت والبيت بقى ضلمة وسجعة، قعدت أطب نفسي وافتكر زمان لما كانوا يستخبوا في حضني وقت الرعد. دلوقتي أنا اللي محتاجة حضنهم بس مفيش. وفي ليلة صحيت على وجع شديد في صدري، وقعت على الأرض، حاولت أقوم ما قدرتش، زحفت بالعافية على التليفون.
كلمت حسن مردش، كلمت محمود جال عنده اجتماع، أمل قالتلي استحملي يما الصبح هاجي. فضلت طول الليل لوحدي، ولما أذن الفجر قمت بالعافية اتوضيت وصليت، وفي السجود انهارت. قلت يا رب أنا مش زعلانة منهم، والله ما زعلانة، بس هما وحشوني. وأول مرة أحس إن الوحدة بتوجع أكتر من المرض. ولما جه الصبح سمعت خبط على الباب، فتحت لقيت حفيدي آدم. أول ما شافني حضني وقال لي تيتا وحشتيني. حضنته وعيطت. من يومها الولد بقى حسيت إنه رجعلي الروح. كان بيجي يقعد معايا بالساعات ويقول لي احكي لي يا تيتا لما بابا كان صغير، وأفضل أحكي له وأضحك. وأول مرة من سنين البيت رجع فيه صوت الحياة، بس برضه جوايا كان وجع مستخبي. مرة جارتي جاتلي وقالت لي يا بختك يا نوارة، ولادك دكاترة ومهندسين. ابتسمت وقلت لها ربنا يبارك فيهم. لكن أول ما دخلت البيت عيطت، لأن النجاح مش دايما معناه البر. وفي يوم أدم سألني سؤال هزني، قال لي تيتا انت ليه دايما لوحدك؟ سكت وقلت له والله ما أعرف أرد يا ابني، لأن الحقيقة كانت مرة. أصل العيال لما بيكبروا بينسوا إن أمهم كبرت هي كمان. بعدها بأسبوع تعبت جامد واتنقلت المستشفى. الدكتور قال لي لازم حد يقعد معاها. ولادي جم، بس لأول مرة شافوني بجد، شافوا التجاعيد وشافوا الضعف اللي فيا، شافوا الست اللي كانت شايلة الدنيا كلها وبقت مش قادرة تشيل نفسها. حسن بصلي ودموعه نزلت وقال لي ايه اللي عملناه فيك كده يا أمي؟ ابتسمت وقلت له ولا حاجة يا ضنايا. أملت حضنت يدي، فضلت تعيط، ومحمود خرج برا الأوضة يبكي زي العيال الصغيرة. وأول مرة أحس إن العمر هجرة، وإن أمهم كبرت لوحدها. حسوا بيا أخيرا. حسن قال لي فاكرة يا أمي يوم ما بعتي علقك عشان تدخليني كلية؟ ضحكت وقلت له وأنا أنسى برضه؟ قال وهو بيبكي بس أنا نسيت. الكلمة دي كسرت قلبي بس فرحتني، لأن أخيرا فهموا. بعد ما خرجت من المستشفى بقوا يجوا أكتر، مش كل يوم بس بصدق. حسن بقى يكلمني الصبح والليل، ومحمود ياخدني يتمشى بيا بالعربية، وجمل وأمل بقى بتيجي تنام جنبي أوقات. وفي يوم كنت قاعدة في الصالة ولقيت حسن دخل شايل شنط، قلت له باستغراب ايه ده يا ضنايا؟ ابتسم وقال لي أنا نقلت الشغل هنا يومين في الأسبوع عشان أبقى جنبك. ما قدرتش أتكلم بس دموعي نزلت. ومحمود قال لي وأنا هعمل لك أوضة جديدة في البيت يا أمي. قلت له أنا مالي يا ولاد بالأوضة يا ولاد، أنا عايزة أشوف وشوشكم. وأمل حضنتني وقالت لي حقك علينا يا ماما. وفي ليلة كلهم كانوا قاعدين حواليا والبيت مليان ضحك. بصيت لهم وحسيت قلبي رجع يدق من جديد. قلت اهو البيت رجع عايش تاني يا ولاد. حسن مسك ايدي وقال لي سامحينا يا أمي. بصيت له وقلت له الأم عمرها ما بتزعل من عيالها، بس ما تسيبوش اللي بيحبكم يحس بالوحدة. وسكت شوية وقلت أصل كسر القلب وحش يا ولاد. البيت كله سكت وكل واحد فيهم وطى راسه. وفي آخر الليل بعد ما مشيوا قمت صليت، وفي السجود قلت الحمد لله يا رب، أنا مش عايزة غيرهم، مش عايزة من الدنيا غير إن هما بس كانوا يفضلوا جنبي ويفضلوا بخير وقريبين مني. قمت من الصلاة وبصيت حواليا. البيت كان هادي بس المرة دي ما حسيتش إني لوحدي، لأن أوقات الحنية لما بترجع متأخر بتداوي سنين وجع كاملة. ويا عيني عليك يا نوارة، حبيتي بصدق، تعبتي بصدق، واستنيتي بصدق، وحتى لما اتكسرتي فضل قلبك في قلب أم. عشان الأم الحقيقية ممكن يوجعها
عيالها ألف مرة، بس عمرها ما تبطل تدعي لهم. وما تنسوش بقى يا حبايبي، لو عجبتكم قصة الحاجة نوارة حطوا لايك وشير واشتراك في القناة. بشكركم جدا.